إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نستعرض لكم فيه اليوم الجزء الثاني من ورقة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي في منطقة القرن الإفريقي الإريتري عبد القادر محمد علي بعنوان معركة الفاشر نقطة حرجة ترسم ملامح خريطة السودان المستقبلية، والتي نشرت في مركز الجزيرة للدراسات في 2 يوليو الماضي. على أن نستكمل وإياكم الجزء الثالث والأخير من الورقة في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. أثيوبيا تستمر في خطوتها أحادية الجانب وتبدأ في عملية الملء الخامس لسد النهضة. تعثر الموسم الزراعي في السودان بسبب الحرب، وتحذيرات دولية من مجاعة وشيكة بسبب قلة توفر حبوب الذرة. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في خطوتها أحادية الجانب بدأت أثيوبيا عملية الملء الخامس لخزان سد النهضة وسط انشغال السودان بالحرب الدائرة هناك، وترقب مصر التي حذرت من المساس بما تعتبره حصتها التاريخية من مياه نهر النيل. ومنذ العام 2011 بدأت أثيوبيا في بناء سد النهضة بهدف توليد الكهرباء، وسبب ذلك توترات مع دولتي المصب مصر والسودان، في حين فشلت جميع الجولات التفاوضية التي عقدت بشكل متقطع في السنوات الماضية في التوصل إلى اتفاق. وبحسب ما نقل صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن خبير الموارد المائية المصري الدكتور عباس شراقي، فإن أثيوبيا بدأت الأربعاء 17 يوليو عملية الملء الخامس، ويستمر التخزين حتى الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل. ويتوقع أن تخزن أديس أبابا خلال الملء الحالي 23 مليار متر مكعب إضافي، ليرتفع منسوب المياه المخزنة خلف السد إلى 64 مليار متر مكعب. بدورها حذرت مصر من المساس بحصتها في مياه النيل، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي إن مصر ليست ضد أي مشروع تنموي يتم إقامته في أي دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، لكن لا بد أن يتم ذلك بما لا يؤثر ولا يضر بمصلحة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم. هذا وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، وذلك لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل. فيما تقول أثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر. يواجه القطاع الزراعي في السودان مشاكل جمة بسبب الحرب بين الجيش والدعم السريع، ووفق التحذيرات الدولية فإن تعثر الموسم الزراعي وخروج مشاريع الإنتاج عن العمل هذا العام سيفاقم المعاناة الإنسانية نتيجة عدم توفر الحبوب الغذائية في البلد الذي يعيش معظم سكانه على الزراعة. ولم يعد القطاع الزراعي الذي كان يوفر أكبر عدد من فرص العمل في البلاد سوى أراضي محروقة، ففي ولاية الجزيرة المعروفة بخصوبة تربتها خرج 250 ألف هكتار من الأراضي الزراعية من الخدمة، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% من إنتاج السودان من القمح الذي كان يبلغ 800 ألف طن سنويا. وفي وقت سابق حذرت الأمم المتحدة من أن التحرك الآن أمر ملح في السودان،
حيث أصبحت الكثير من المزارع مهجورة مع حلول الموسم الزراعي إثر أكبر أزمة نزوح في العالم بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام. من جهته أوضح مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان إيدرو أن كمية الغذاء المتوفرة في دارفور أقل بنسبة 78% على الأقل عما كانت عليه العام الماضي. وأوضح أن عدم توفر المساعدات والإمدادات الزراعية التي يحتاجها المزارعون في بلد توقف فيه بشكل شبه تام الاستيراد والتصدير يضاعف تعثر الموسم الزراعي في بلد يعتمد 60% من سكانه على الزراعة لكسب الرزق. ولكن مع نشوء الحرب هاجرت عائلات كثيرة مناطقها الزراعية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني ومضاعفة الجهد لتأمين حاجة تلك الأسر من الغذاء. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نستعرض لكم فيه اليوم الجزء الثاني من ورقة الكاتب الصحفي والمحلل السياسي في منطقة القرن الإفريقي الإريتري عبد القادر محمد علي بعنوان معركة الفاشر، نقطة حرجة ترسم ملامح خريطة السودان المستقبلية، والتي نشرت في مركز الجزيرة للدراسات في 2 يوليو الجاري، على أن نستكمل وإياكم الجزء الثالث والأخير من الورقة في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي ومستمعات برنامج تعليق على حد، والتي خصصناها لموضوع معركة الفاشر، نقطة حرجة ترسم ملامح السودان المستقبلية. وقد استعرضنا في حلقة الأسبوع الماضي أهمية مدينة الفاشر التي قسمها صاحب المقال إلى أهمية رمزية، باعتبارها أنها آخر ولاية من ولايات دارفور الخمسة التي يسيطر عليها الجيش السوداني، وأنها تمثل رمزا تاريخيا عريقا لأبناء المنطقة، لا سيما من الزغاوة والمساليت والفور، بحكم أنها كانت عاصمة لسلطنة دارفور في القرن 18. وأيضا لها أهمية إدارية بحكم أنها عاصمة ولاية شمال دارفور، بوجود مقر حكم الولاية ومرافق الخدمات المدنية ومقر الفرقة العسكرية السادسة. وكذلك لها أهمية جيوسياسية باعتبارها تعادل 57% من مساحة دارفور الكبرى، وتحادد دولتي تشاد وليبيا، وهي ملتقى القوافل التجارية التي تتنقل بين منطقة وادي النيل وتشاد ومصر ومنطقة الساحل. وأيضا لها أهمية اقتصادية باعتبارها السوق المركزي لأبناء الولاية، وتنوع المحاصيل الزراعية للمناطق حولها ومنها الذرة والدخن، بالإضافة لكونها ملتقى للقوافل التجارية. وكذلك تناولنا السلام الهش الذي كان مبنيا على تفاهمات شفوية غير مكتوبة، مستندة على حياد الحركات المسلحة الدارفورية في القتال الدائر بين طرفي الصراع، وإعلان الحركات المسلحة في نوفمبر الماضي المدينة خطا أحمرا، وأنها ستخوض حربا مع الدعم السريع في حال حاول مهاجمة المدينة، وكيف أن انضمام بعض الحركات المسلحة للقتال إلى جانب الجيش أصاب ذلك التفاهم الهش في مقتل. وفي الجزء الثاني من هذا الموضوع نستعرض اليوم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات الصعيد الثالث، المتضمن حالة الأطراف المشتركة في معركة الفاشر وأبرز نقاط القوة والضعف فيها، بالإضافة إلى التكتيكات العسكرية المستخدمة في المعركة. هذه إذاعة إيرنا. يقول عبد القادر محمد علي في ورقته البحثية الصعيد الثالث، الأطراف المشتركة في معركة الفاشر. تشارك في معركة الفاشر أطراف متعددة ذات نقاط قوة ونقاط ضعف وتحالفات متنوعة. وفيما يلي تحليل الجهات الفاعلة الأساسية: أولا، القوات المسلحة السودانية. حشد الجيش السوداني أعدادا كبيرة من المقاتلين في الولاية، حيث تمركزت فيها القوات المسلحة المنسحبة من الولايات الأربع العام الماضي أمام تقدم الدعم السريع، بجانب جنود الفرقة السادسة مشاه ومركزها الفاشر. وعند مقارنتها بقوات الدعم السريع، تمتاز القوات المسلحة السودانية بسلاح الجو الذي يمكنها من شيئين بالغي الأهمية في المعركة الحالية، وهما
القدرة على القيام بغارات وقصف جوي عبر الطائرات المقاتلة، والقدرة على إيصال الإمدادات والإغاثة للقوات عبر الإسقاط الجوي. بجانب ذلك يتمتع الجيش السوداني بخبرة قتالية وبهيكلة تنظيمية وبنظام قيادة وسيطرة أكثر إحكاما من القوات شبه العسكرية للجنرال دغلو. وأبرز نقاط ضعف الجيش السوداني في هذه المعركة أن قواته معزولة ومحاطة بقوات الدعم السريع، ما يعني عمليا صعوبة الحصول على الإمداد اللوجستي برا والاعتماد على سلاح الجو لأداء هذه المهمة، وهو ما يعرضها لمخاطرة قلة تدفق الإمدادات ومخاطرة إصابة الطائرات نفسها في حال حصول الدعم السريع على المضادات. داخليا تمثل القوة المشتركة أهم حلفاء الجيش في الفاشر، كما أن المجتمع المحلي داعم للقوى المعادية للدعم السريع، في حين تتحدث بعض المصادر عن دعم يتلقاه الجيش من قوى إقليمية قلقة من صعود قوات الدعم السريع وداعميها. كما أن التطور الأخير في العلاقات الروسية مع السودان قد يكون له تأثير في مجريات معركة الفاشر والحرب السودانية عموما. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني من موضوع معركة الفاشر، نقطة حرجة ترسم ملامح خريطة السودان المستقبلية، ضمن حلقات برنامج تعليق على حدث. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتاورن غازيتنياتا زدالو نتا راديو. ثانيا، قوات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية تتألف من المقاتلين المدربين والميليشيات القبلية المتحالفة معها، ويقدر عدد مقاتليهم المشاركين في معركة الفاشر ب13,000 مسنودة بآلاف المركبات وبالأسلحة الثقيلة. وعند مقارنتها بالجيش السوداني تمتاز قوات الدعم السريع بقدرتها على الحركة وشن الهجمات السريعة والمفاجئة عبر المركبات الخفيفة والشاحنات، كما أن مقاتليها يملكون معرفة جيدة بالمنطقة وتداريسها، كون دارفور القاعدة الرئيسية لحاضنتهم الاجتماعية، بجانب تحفزهم للسيطرة على المدينة وتجنب سيناريو بابانوسا قبل أن يصل التوافق الروسي السوداني إلى مرحلة إرسال الدعم العسكري الذي قد يؤثر في تغيير موازين المعركة. في حين يبدو العامل المادي مهما في تحريك المقاتلين الذين يقومون بنهب المدن التي تسقط في أيديهم. ميدانيا قامت قوات الدعم السريع بتطويق الفاشر بشكل فعال وسيطرت على جميع نقاط الوصول وقطعت الإمدادات، في حين تبدو أهم نقاط ضعف هذه القوات متمثلة في اعتمادها على دعم مجموعات قبلية وميليشيات من المرتزقة التي قد لا يكون من السهل السيطرة عليها أو ضمان ولائها، كما أنها تعاني من العزلة الدولية نتيجة استراتيجيتها القائمة على استباحة المدن واستهداف المجموعات العرقية، ما تسبب لها بإدانة دولية واسعة، وهو ما يجعل من الصعوبة بمكان بناء تحالفات خارجية للحصول على الدعم على المستوى العلني على الأقل. وتمتلك قوات الدعم السريع تحالفات مع عدد من القبائل والقوى المحلية ومن خارج السودان، في حين أشار تقرير إلى الإمارات العربية المتحدة كأهم داعميها الخارجيين بالمال والسلاح عبر دول الجوار كتشاد وإفريقيا الوسطى، وهو ما تنفيه أبو ظبي. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني من موضوع معركة الفاشر، نقطة حرجة ترسم ملامح خريطة السودان المستقبلية، ضمن حلقات برنامج تعليق على حدث. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. ثالثا، الحركات المسلحة في دارفور، وهنا نجد أنفسنا أمام طيف من الحركات المسلحة الدارفورية التي تضم آلاف المقاتلين، ومن أهم هذه المجموعات حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. وأهم نقاط قوة هذه المجموعات تكمن في تمرسها في تكتيكات حرب العصابات نتيجة سنوات تمردها الطويل على الخرطوم، كما يمتلك مقاتلوها معرفة ممتازة بتضاريس المنطقة لكونهم من أبناء المدينة والمنطقة، بجانب العامل المعنوي المتمثل في أنها تحارب دفاعا عن أراضيها ومجتمعاتها المحلية، وأنها تتخوف من أن تتعرض هذه المجتمعات للاستهداف العنيف من قبل قوات الدعم السريع نتيجة الثارات التاريخية بين الطرفين،
كما أنها تتلقى دعما كبيرا من هذه المجتمعات التي تمثل حاضنتها الاجتماعية. ويشير تعدد هذه المجموعات وتنوع قادتها إلى احتمالية مواجهتها مشاكل مرتبطة بالتنظيم والرؤية الموحدة واحتمالات الانقسامات وضعف الموارد. ويعد الجيش السوداني حليفها الرئيسي في المعركة الحالية مع قوات الدعم السريع، في حين يبدو من غير الواضح موقف أهم داعميها الخارجيين المتمثل في تشاد نتيجة التحولات في موقف إنجامين من الحرب في السودان. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون الجزء الثاني من موضوع معركة الفاشر نقطة حرجة ترسم ملامح خريطة السودان المستقبلية، ضمن برنامج تعليق على حدث. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. الصعيد الرابع: التكتيكات العسكرية المستخدمة في المعركة. يقول عبد القادر محمد علي: الحصار والهجوم هما التكتيكان اللذان تتبعهما قوات الدعم السريع في سعيها المحموم للسيطرة على الفاشر، حيث تفرض هذه القوات حصارا تاما على المدينة، مستهدفة الضغط على القوات المسلحة السودانية وحلفائها بقطع الإمدادات اللوجستية عنها من جهة، وعلى المدنيين في المدينة من جهة أخرى، من خلال عرقلة المساعدات الإنسانية وتدفق المواد الغذائية، ما يخلق ندرة في المواد الأساسية كالدواء والأغذية والمياه، وبالتالي تحويل الحصار والتجويع إلى أداة حربية لإضعاف القوة المدافعة وحاضنتها الشعبية، أو دفع الأخيرة إلى مغادرة المدينة وتفريغها من سكانها، وهو نموذج متكرر قام به الدعم السريع في مناطق أخرى من خلال بث الرعب في السكان المحليين واضطرارهم إلى الفرار. يصب في صالح تحقيق هذا الهدف تكتيكات أخرى كقصف المناطق الآهلة بالسكان والاعتداء على المرافق الخدمية كالمستشفيات، ومحاولة السيطرة على بنى تحتية كخزان المياه، وبالتالي التحكم في انسيابها إلى داخل المدينة. بجانب هذا تقوم قوات الدعم السريع بتنفيذ موجات هجومية تهدف إلى إضعاف جبهة من جبهات القتال المتعددة والتوغل داخل المدينة مرفوقة بالقصف المدفعي. من جانبه يستخدم الجيش السوداني الغارات الجوية التي تستهدف مواقع قوات الدعم السريع داخل وخارج المدينة بهدف إضعاف سيطرتها وتعطيل عملياتها من خلال استهداف الأهداف المتنقلة والثابتة في الفاشر، في حين ترد قوات الدعم السريع بصواريخ أرضية في محاولة لاعتراض الطائرات. ويحول اكتظاظ المدينة بالسكان دون استخدام القوات المسلحة السودانية للمدفعية على نطاق واسع. وفي مواجهة هذا الحصار يحاول الجيش والحركات المسلحة سحب الدعم السريع إلى خارج المدينة، وذلك عبر دفاعات متقدمة تتراجع أحيانا وتتقدم أخرى، غير أن الملمح الأهم لمعركة الفاشر هو اعتماد الأطراف بشكل رئيسي على حرب المدن والقتال الحضري المكثف الذي يشمل المواجهات من المسافة الصفر والقتال من منزل إلى منزل والسعي للسيطرة على البنية التحتية الرئيسية داخل الفاشر. ونتيجة لمشاركة الفصائل الدارفورية المسلحة إلى جانب الجيش، فلربما تكون هذه المرة الأولى التي يواجه الدعم السريع فيها مقاتلين متمرسين في التكتيكات القتالية التي استخدمها في اجتياحه لمدن سابقة، ما يصعب المهمة عليه. وقبل اندلاع القتال عمدت كل الأطراف إلى استنفار المقاتلين والميليشيات المحلية وتحشيدها لدعم قواتهم، في تعبير بالغ الدقة عن أهمية المعركة ودورها الحاسم في تحديد مسير دارفور وربما السودان بالكامل. إلى هنا نتوقف مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات في حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث، والذي كان موضوعه معركة الفاشر نقطة حرجة ترسم ملامح خريطة السودان المستقبلية. على أن نواصل وإياكم الجزء الثالث والأخير من الموضوع في حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله، والتي سنتناول فيها السيناريوهات المحتملة لمعركة الفاشر وأهم تداعيات تلك السيناريوهات. فابقوا معنا على الموعد. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. أثيوبيا تستمر في خطوتها أحادية الجانب وتبدأ في عملية الملء الخامس لسد النهضة. تعثر الموسم الزراعي في السودان بسبب الحرب وتحذيرات دولية من مجاعة وشيكة نتيجة قلة توفر حبوب الذرة.
بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.